الراجل الطيب ده سألني سؤال: اختار انهي تخصص يا هندسة بعيدا عن الرغبة؟ بصراحة لقيت ان الموضوع طويل وما ينفعش يعدي كده بسلام، وحبيت اجاوب اجابة شاملة عن الموضوع بحيث انك ان شاء الله تستفيد من الفيديو ده وتطلع بالاجابة اللي محيراك عن السؤال ده. انا هنا هجاوبك على سؤال اختار تخصصي ازاي. طبعا ده واحد من الاسئلة المهمة اللي بتقابل ناس كتير، وانا هنا هخليك تعرف اجابة السؤال ده بالورقة والقلم. لا بجد، فين الورقة والقلم؟ هات ورقة وقلم بجد وتعال. المهم، المرحلة دي بتعدي على الواحد ممكن يكون فعلا حاسس ان هو متخبط في الحياة وخايف ياخد قرار غلط، خصوصا زي ما احنا شايفين ان الدنيا سريعة جدا، وزي ما احنا بنقول بالبلدي الغلطة بفورة. هي مش بفورة قوي بس هو بيبقى شايف المنظور ده. فالواحد اللي في المرحلة دي بيكون شايف ان ده قرار مصيري بالنسبة له، والقرار ده لا اما هيعيشه سعيد طول حياته لا اما هيعيشه تعيس. برضه هو بيبقى شايف كده. المهم يا سيدي الفاضل، ازاي تختار تخصصك؟ كل واحد فينا عنده قدرات مختلفة، وكل واحد فينا عنده موهبة مختلفة. اكيد اللي بيسأل السؤال ده وخايف قوي من التخصص اللي هيختاره ده شخص متفائل، حابب ان يفيد نفسه، حابب ان يفيد اهله، بس هو متردد شوية وده بسبب نقص الخبرة اللي عنده. بس مادام ده قرار مصيري بالنسبة له كده، يبقى البني ادم ده جواه خير وعايز يشتغل في حاجة تفيده وتكون مفيدة ومطلوبة للمجتمع. وبصراحة كده الكل يستفيد، هو يستفيد والمجتمع يستفيد. بس يا سيدي، عشان نحل المعضلة دي لازم أن تسأل نفسك سؤال في الأول: إيه هدفك في الحياة؟ هتقولي يا هندسة إيه علاقة التخصص اللي أنا عايزه بهدفي في الحياة؟ هفهمك والله، بس خليك معايا. لازم أن تدور على هدفك في الحياة، وعشان فعلا تعرف تحدد إيه هدفك في الحياة لازم أن تجاوب على الأسئلة دي. أول حاجة: إيه اللي بتحب تعمله؟ بتستمتع فعلا وأنت بتعمل الحاجة دي؟ زي مثلا انا كنت عايز ادخل هندسه عشان بحب الرياضه، بحب المعادلات والتفاضل والتكامل. الحاجات دي كده كانت يعني بتستهويني، فانا بحب النوع ده. ممكن واحد تاني يكون بيحب الاحياء والكيمياء فيكون عايز يدخل حاجه ليها علاقه بالطب، او على الاقل تكون بعيد عن اي مجال فيه رياضه. هتقولي اصل الرغبه والحب والكره ما ينفعش الواحد يبني على اساسه مستقبله. هقولك عندك حق، بس ده لسه اول سؤال لازم أن تكون عندك اجابه عنه: ايه الحاجه اللي بتحب فعلا تعملها؟ السؤال التاني: ايه الحاجة اللي انت شاطر فيها فعلا؟ او بمعنى تاني: ايه الحاجة اللي انت خدت فيها شط كبير وكورسات واتعلمت حاجات كتيرة عنها؟ حاجة بتعرف تعملها وفاهمها كويس، او الى حد ما فاهمها كويس بنسبة كبيرة. لو هجاوب برضو عن السؤال ده فانا بحب الرياضة، بس انا هل انا فعلا كنت بفهم الرياضة، بعرف اذاكرها، ما عنديش مشكلة ان اخد كورسات وعايز اتعلم فعلا، عندي شغف فيها؟ فاهم قصدي؟ فكرة انك تحب حاجة وفكرة انك تكون بتعرف تعمل الحاجة ده موضوع تاني. السؤال الثالث: هل الحاجة دي فعلا هتوفر لك دخل كويس؟ يعني المجال ده فيه فلوس، فيه فلوس بمعنى ان عليه طلب والناس بتشتغل في المجال ده ومرتاحة ومبسوطة معاهم فلوس يعني. فانا لما جيت افكر على المثال بتاعي، طبعا الهندسة اكيد فيها فلوس. خلي بالك انا بتكلم بشكل عام دلوقتي وهاجي للسؤال بتاعك بعد كده. المهم ما تزهقش وافهم الرسالة اللي عايز اوصلها. المهم دلوقتي انت بتسأل نفسك هل المجال ده فيه فلوس؟ ده السؤال الثالث. السؤال الرابع: هل المجال ده مفيد للمجتمع؟ يعني مجال مفيد ومجال كويس وفعلا مجال السوق محتاجه والمجتمع محتاجه ولا لا؟ عايزك بقى تعمل ايه؟ الدوائر دي كلها زي ما انت شايف بتتقاطع في جزء، هو ده الجزء المهم اللي عامل بالظبط زي خريطة المهارات بتاعت اللعيبة. الناس اللي بتلعب بيس او ليها في الكرة عموما هتفهم قصدي. بتلاقي اللاعب يقول لك هو قوي هجوميا، سريع، متوسط في الباص، يعني حاجات زي كده. انت بقى لازما تلاقي الخريطة بتاعتك انت اللي بتعبر عنك وبتعبر عن مكانك وشخصيتك. طيب تعال اوضح لحضرتك بثلاث امثلة مختلفة انا اقصد ايه بحوار الخريطة ده. مثلا اول واحد زي ما انت شايف ده، دي كده الخريطة بتاعتنا: ما احب عمله، ما اجيد فعله، يوفر دخلا جيدا ونافع للمجتمع. هتلاقي اول شخص ده هو بيدور على حاجة من جواه، يعني هو بيحب يعملها، فهتلاقي ان دي اقصى حاجة عنده، او دي يعني اكتر حاجه بيدور عليها. مش مهم عنده قوي ما اجيد فعله، يعني هو بيدور على حاجه بيحب يعملها بس مش شرط ان هو يكون بيعرف يعملها يعني. بتوفر دخلا جيدا الى حد ما ونفع للمجتمع الى حد ما. هتعرف الكلام ده في المثال اللي هنا. كل ما نقط التقاطع دي قربت اكتر للمحيط ده معناه ان هو كده اقصى حاجه، وكل ما نزلت ناحيه المركز دي معناها ان هي اقل حاجه. فمثلا هنا الشخص التاني ده مش مهم عنده قوي
ان هو يكون الحاجه دي بيحبها، بس المهم عنده ان هو يكون بيعرف يعملها. ده كده اقصى حاجه عنده مهمه، وبتوفر دخل جيد، ومش مشكله ان هي تكون نافعه للمجتمع لان هي قربت من المركز زي ما انت شايف. المثال الثالث والاخير، هو عايز حاجه يكون بيحب يعملها ونافعه للمجتمع بشكل كبير جدا، ويكون بيعرف يعملها برضه، بيجيد فعلها، مش بيحبها بس، لا هو بيحبها وبيجيد فعلها ونافعه للمجتمع بشكل كبير، ومش مهم عنده ان هي تكون بتوفر دخل جيد. فهي دي الخريطة اللي انا بقول لحضرتك، لازم أن تكون عندك خريطة مماثلة، وانت الوحيد اللي تقدر تكون الخريطة دي، انت الوحيد اللي تقدر تدور على اجابات الاسئلة اللي احنا قلناها، وتعرف الخريطة بتاعتك رايحة في انهي اتجاه بالظبط. زي بالظبط خريطة اللعب اللي كنا بنتكلم عنها من شوية، اللي بناء على الخريطة دي هي بتحدد الراجل هيركز فين اكتر، او ايه الحاجات اللي بيعرف يلعب فيها، الاماكن اللي بيعرف يلعب فيها يعني. انت لازم تبقى عارف خريطتك، وده هيحصل لما تجاوب عن الاسئله دي. خلينا بقى في السؤال اللي اتسال، انهي تخصص افضل يا هندسه من كل التخصصات الهندسيه اللي موجوده دي؟ اول حاجه هتسال نفسك، انت بتحب انهي مجال فيهم؟ مش شرط تبقى مجال 100% عارفه، انت فعلا تكون بتحبه او عندكش مشكله ان انت تذاكر التخصص ده. انت طبعا كل تخصص من الحاجات دي بيتكلم في دنيا مختلفة، مجال كهرباء غير مجال ميكانيكا غير مجال مدني، فاهم؟ كل واحد في مواد مختلفة ودنيا مختلفة. فانت اول حاجة هتعملها ان انت عايز اجابة مفيدة لحالتك انت، هتدور على ناس محل ثقة. تاني، ناس محل ثقة وناس شاطرة. تاني، ناس محل ثقة وناس شاطرة. في كل واحد من المجالات دي هتسأله السؤال اللي انا هقولك عليه ده دلوقتي. هتقول له ايه المواد اللي انتوا بتدرسوها؟ بتعملوا ايه في المواد دي؟ ايه الاقسام في المجال ده؟ حاول تفهم بالورقة والقلم كده كل واحد من المجالات دي الناس الشاطرة والناس محل الثقة قالوا لك ايه عنه. والناس بتشرح لك كده المجال، انا متأكد 100% انت اوتوماتيك قلبك هيميل لمجال او مجالين منهم. هتبقى حاسس ان المجال ده كده خفيف على قلبك. تمام؟ كده انت جاوبت على اول سؤال وطلعت بمجال او مجالين بالكتير، ودي نقطة كويسة، لان كده المجال او المجالين دول انت هتستمتع فيهم وممكن تاخد فيهم كورسات عادي، ومش هتكون يعني قرفان وانت بتذاكر المواد اللي فيهم. الحاجة التانية، ايه الحاجة اللي انا بعرف اعملها؟ الحاجة مثلا اللي انا موهوب فيها، الحاجة اللي انا شاطر فيها عموما، او الحاجة اللي ليها علاقة بمذاكرتي قبل كده، يعني حاجة تقدمت في ممارستها او دراستها زي ما احنا بنقول. طيب هتعرف اجابة السؤال ده ازاي؟ المفروض يعني حرفيا كده انت تبقى عارف، ولو مش عارف تجاوبه اسأل حد يكون عارفك انت ويكون ثقة ويكون شاطر برضه. هتقول له بص، انت شايفني مميز في ايه؟ ايه المجال من المجالات دي، من المجالين اللي انت اخترتهم او ثلاثة، اللي ينفعني اكتر وينفع شخصيتي؟ وخلينا برضو نقول ان انت استقريت على حاجة او حاجتين او عموما نفس المجالين. تمام؟ نيجي بقى للسؤال الثالث. المجال ده فيه فلوس، واظن انك بالسيرش في مواقع زي اللي حضرتك شايفها قدامك دي كده، زي جلاس دور او على لينكد ان او المواقع اللي حضرتك شايفها، تعرف حرفيا كل وظيفة من دول رينج مرتباتها كام. وفي مواقع اساسا بتعمل لك احصائيات عن الوظائف، انا هسيب لك اللينكات دي، في المجال الفلاني، بمعنى مجال ميكانيكا هتدخل تلاقي بيقول لك الشغلانه الفلانيه رينج المرتبات بتاعتها قد كذا، الشغلانه الفلانيه الثانيه رينج مرتباتها قد كذا. فانت المفروض بقى تعمل سيرش على المجالين دول كده وتشوف هل فعلا رينج مرتباتهم حلوه في المنطقه اللي انت فيها ولا لا. شوف بقى ايه المجالات اللي هي قريبه من الخريطه بتاعتك وتوكل على الله. اخر سؤال معانا ممكن يبان مثالي شويه، بس عاجلا ام اجلا لو انت فعلا انسان كويس من جواك النقطه دي هتفرق معاك جدا. ممكن بصراحه دلوقتي ما تكونش حاسس بيها قوي، بس في المستقبل هتلاقي ان الموضوع ده مهم بالنسبه لك، انك تكون بتشتغل في حاجه مفيده للمجتمع ومفيده لبلدك. وبالمناسبه اظن كل مجالات هندسه مفيده للمجتمع، وبالتالي الحاجه اللي هتعدي من الفلاتر اللي قلت لك عليها دي وقريبه من الخريطه بتاعتك اتوكل على الله. انا بس عايز منك حاجه، خد وقتك وانت بتختار. المهم لما توصل لقرار معين استخير وتوكل على الله، وما تبصش وراك ابدا، واعرف ان اي قرار هتاخده ان شاء الله ربنا هيوفقك فيه وهيكتب لك فيه الخير. وبرضه حط في دماغك كده عشان لو الشيطان حب يضحك عليك في المستقبل وحسيت ان انت في المستقبل الله اعلم ان اختيارك ما كانش افضل حاجة، فاعرف ان انت اخترت افضل اختيار في الوقت الحالي بالنسبة لظروفك الحالية وشخصيتك الحالية وطريقة تفكيرك الحالية.
فانت ما اخترتش اختيار عشوائي، لا انت اجتهدت ودورت وسألت وعملت سيرش واستخرت ربنا وتوكلت على الله. فانت ما غلطتش في اي حاجة دلوقتي، انت ما غلطتش في حاجة. واعرف ان كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وشكرا.